ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاه نحل بيها العقد ويفرج بيها الكروب ويزح بيها الهموم يا رب العالمين. لابسه كده ونازله فين؟ النهارده المفروض عندي تحاليل كده محتاجه اعيدها، فرايحين. بس بابانا بقى قال لا ان هو يجي معانا يعني المره دي، عشان المره اللي فاتت سابنا لوحدنا. فلبسنا بقى بعدين، مش عارفه الدنيا مبهدله. سليم سليم مصمم يا جماعه يلبس نظاره شمس بالليل واحنا نازلين. هنروح بقى كده وناخدكم معانا لو عرفت يعني، ونشوف الدنيا ايه. يلا. بس هنا بقى انا كنت في المعمل قاعده مستنيه بقى اخش، يعني بيجيبوا الموافقه، مستنيه ان اخش. قعدت اهزر انا وسليم شويه. بس للاسف عملت تحليل واحد، والتحليل التاني المفروض ان انا لسه هاخده، يعني هروح اعمله بكره، علشان لازم ابقى صايمه 12 ساعه. طبعا ما كنتش اعرف، فتحاليل اللي هي اي حاجه تبع السكر بيبقى لازم بعد 12 ساعه. عملت التحاليل وكنا في رحله البحث كده. ايوه، رحله البحث على الرينج لايت عشان نصور عيدتنا. اخيرا جبت رينج لايت عادل. بس هنا بقى كنا خلصنا التحاليل وخلصنا اللف على الرينج لايت الحمد لله. بس انا الصراحه كنت هبطت بقى منه، كنت خلاص هقع من طولي يعني وانا ماشيه، ومعرفش ايه اللي حصل، مع اني اول ما خلصت اداني جاب لي عصير. انا عملت جزء من التحاليل، لكن في جزء تاني لازم ابقى صايمه اكتر من 12 ساعه، ان فيهم تحاليل سكر وكده. بس الصراحه لما لقاني محمد مهبطه فخدني على اول مطعم قابلناه، علشان ياكلني بره، لان كده كده كنت مطلعه كبده اعملها في البيت. بس قال لي لا مش هنستنى، يعني لما تروحي شكلك تعبان. بس المهم ان احنا ما كناش في المطعم ده. عمل فيا ايه؟ مش شاطر تاكل اكلها يا حدا داني حقنا فين؟ ايه بقى؟ في ايه؟ هو عنده ايه يا سليم؟ عشان مش عارفه اطلب ايه. عندي صوتك بس عشان مش سامعه. عنده من دول اللي هو ايه؟ ينتي اوتي ريب. ايوه، وايه تاني؟ برجر كمان، وعنده برجر. وايه تاني؟ وكوكو كمان. طب انت ايه رايك، تاكل برجر ولا كوكو ولا كريب؟ كل انا عاوز. ايوه، ايه هو اللي انت عايزه؟ يوه كيكو، كل انواع انت عايزاها ودي. هنا انا بشرح لكم بقى ان احنا كنا في المطعم الاولاني. المطعم احنا اول مطعم قابلته زي ما قلت لكم. محمد اول ما لقى مطعم راح مدخلنا، علشان انا كنت مهبطه وكنت هقع من طولي. ف يعني دخلنا، بس انا كنت حاسه ان انا قرفانه من المكان. محمد ما كانش مرتاح، فالصراحه فجاه راح قال لي يلا نقوم يا ابني، ما احنا قاعدين هنطلب. قال لا يلا نقوم. بس خدنا بقى ودانا مطعم سي فود. الصراحه كان حلو قوي واتبسطنا جدا، حتى سليم اتبسط قوي واكله كان حلو جدا. المهم انت مبسوط؟ ايوه. طب قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك، حطوا شير. شو شيء شو كمش لايك. كمان استنوا كده، بيستغل اني تعبانه يا جماعه وبيصورني. استنوا كده. اديهم بوسه. بصحى في تصوير يوتيوب. بتاكل ايه يا سليم ده؟ كوسيو. كل سلو. ايوه. بس انت قاعد مستني ايه؟ ايه كابويا. دي الشوربه. طبعا انا نسيت اصورها لكم اول ما نزلت. بصوا هي تبقى كده يا محمد. انا كنت عايز كابويا. بصوا بصراحه الاكل كان حلو جدا، يعني نظيف وحلو قوي قوي. الملوخيه نازله فيها كميه جمبري كتيره جدا. الشوربه كانت روعه. السمك مشوي انا ما ماليش في السمك المشوي قوي، او انا ما كانش نفسي السمك مشوي، انا كنت عايزه ملوخيه. والرز برضو عليه جمبري كتير ومن جواه جمبري. فلا الاكل كان حلو قوي. وكانت يعني عايزه اقول لكم ان احنا ما كلناش الاكل ده كله وروحنا اصلا ببقيته يعتبر، لان السمكه يعتبر اتسابت زي ما هي. احنا يعني معرفش ما كلناش كتير ليه، بس الاكل الصراحه كان روعه بجد. الملوخيه كانت رهيبه. بصوا يعني انا كنت قاعده بشرب الملوخيه كده بالمعلقه، كانت حلوه جدا. يعني الاكل اللي احنا بناكل من ده عادي ودايما بناكل منه. انا بس بصوره لكم عشان الناس اللي مفكره ان الفيوم حلو قوي. فعلا الفيوم مش حلوه، ما فيهاش مطاعم، ما فيهاش اكل. لا، عايزه اقول لكم انتوا ممكن تيجوا الفيوم وتخرجوا وتاكلوا احلى اكل واحلى مطاعم.
بيفكر ان الفيوم ما فيهاش مطاعم ما فيهاش اكل، فيها مطاعم حلوه جدا وشيك جدا ونظيفه جدا. المطعم ده اسمه افندينا اللي بتعمل الاكل، ففعلا الاكل حلو جدا والله العظيم، والله من احلى المطاعم السمك. انا اصلا من القاهره فاوريدي انا اصلا عارفه كل الاماكن، يعني انا اكلت في اكتر من مطعم سمك من اكبر مطاعم السمك اصلا الموجوده القديمه. المطعم هنا نظيف جدا، الاكل في الفيوم نظيف. الفيوم مش بلد ارياف، الفيوم عاديه جدا زيها زي اي محافظه تانية. هتلاقي المطعم، انا هوريكم المطعم وانا ماشيه، المطعم نظيف جدا وشيك جدا. فبس انا عارفه ان في ناس كتير عارفه ان الفيوم عاديه، بس انا بقول في ناس عندها برضو عندها فكر ان الفيوم عباره عن اراضي زراعيه بقى وارض وفلاحين وكده. خالص خالص، بالعكس الفيوم فيها اماكن نظيفه جدا، هي بس ما فيهاش فسح كتير، بس او مش ما فيهاش فسح جوه المدينه، لكن فيها اماكن كتير زيارات حلوه جدا. ف ده سليم بيبهدل الدنيا هنا. فاللي انا عايزه اقوله ان لا، الفيوم جميله، وانزلوا تفسحوا في الفيوم، واي حد هيجي ينزل الفيوم يقول لي وانا هاجي استقبله. بس غزاي بإيدي شوفوا نجيب. مالك؟ ألعب. نسيت تلعب؟ يعني انت كل ده وعايز تلعب؟ سليم هنا، استاذ سليم كان قرر ان هو لازم يخرج، فخدناه بقى ورحنا قعدنا في مكان كده. ده اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى اسمنت دي، او معرفش بيبقى جبس ولا ايه. مش عارفه اسمنت ولا جبس. المهم ان هي بنجيبها له وبيقعد يلون بيها. قعد طبعا هو ما استناش لما نروح، قعد عملها واحنا قاعدين في الكافيه، يعني قعد يلونها واحنا موجودين هناك واتبسط وكل حاجه. بصوا احنا بعد ما خلصنا بقى طبعا هجيب لكم اللي حصل، ان احنا رحنا كلنا والحمد لله، وبعديها رحنا قعدنا في الكافيه شربنا كوبايه شاي بقى بالنعناع حلوه كده، وبعديها روحنا. بس واحنا مروحين بالصدفه لقينا الحلاق فاتح، واحنا عندنا مشوار بكره هنعمله، هقول لكم عليه ان شاء الله لما اعمله. فقلت لا نحلق له بقى عشان يبقى شكله امور كده وعسول، بدل ما هو شعره طويل قوي ودايما منكوش. فروحنا بقى حلقنا له. تسليم عمو بيحلق لك، انت مبسوط؟ حاجة غريبة متحصلش كتير يعني. طفل محترم. هو استغرب اول ما لقى بيضحك، الواحد اول ما بيقعدوا هنا بيعيطوا بيعيطوا يخربوا الدنيا، ده هو لسه من بره. يلا ميل ميل تحت. يلا ميل دوس تحت. سليم وريني القمر ياتي، يختي على الكوين اللي حلق ياتي يا قمر يا سكرة. بس كده يومنا خلص، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك. باي. سليم شاطر خالص وجميل، اسمع الكلام.